هنعمل النهاردة من أفخر نوع في النواعم. الصابليه حاجة كده بتبقى سهلة وكمان طعمها مميز وحلو جدا. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وطريقة مميزة، متأكدة مليون في المية ان هي هتعجبك، وان شاء الله تخرجي منها اوردرات وهتبقى معاكي مسمعة جامد جدا. بس امشي معايا على المقادير وصدقيني هتغيري فكرتك نهائي عن الصابليه. معايا هنا في البوله، اهم حاجه البوله دي ما تكونش ألمونيا. البوله هنا معايا فيها 300 جرام من الزبده و100 جرام من السمنه. السمنه بقى حابه تحطيها مخلطه، حاطه تحبيها عاديه، مفيش اي مشكله معاكي خالص. المهم 100 جرام من السمنه و300 جرام من الزبده، عليهم 200 جرام سكر بودرة. هنضربهم كويس لحد القوام ما يبقى معايا هش وبالمنظر دوت. انا مش محتاجة مضرب خالص، مش محتاجة اي حاجة، المهم ان انا احصل على القوام ده. وبعدين بحط بيضاية عليها طبعا الفانيليا، وبفضل ارب كويس جدا لحد ما يبقى معايا القوام بالشكل ده. بيبقى تقيل كده، حاجة بسيطة وفي نفس الوقت هش وكمان مفرغ ولونه ابيض شبه الكريم جانتيه بالظبط. هبتدي بقى احط الدقيق، مش هحط غير الدقيق لان هو مش بيحتاج غير المكونات دي. والبيضه بتعمل طبعا حاجه كويسه جدا، بتخليه من جوه نافش كده وشكله حلو وبيبقى مورق وكمان طعمه حلو جدا. حطيت 600 جرام من الدقيق وقلبت. وطبعا كل دقيق احنا طبعا متفقين على كده ان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. انا مستخدمه الكوثر، بصوا بتلزق العجينه في ايديا ازاي. فحطيت معلقتين كبار هرميين، ممكن تحتاجي المعلقة واحدة، ممكن تحتاجي لنص معلقة، ممكن تحتاجي لتلاتة، على حسب معاكي نوع الدقيق اللي انتي بتستخدميه لامتصاصه يعني للسوائل او الدهون. فدوت احنا خلينا متفقين ان احنا هنحط الاول 600 جرام من الدقيق وعلى حسب ما العجينه معانا. هنا دلوقتي بكورها، لقيتها زي ما انتوا شايفين كده ما لزقتش في ايديا، بس طريه، بس مش بتلزق في الايد خالص. هنعمل النهارده الصابليه بقى بايه؟ بغير بدون قطعات خالص، يعني حاجه سهله كده. هتخشي المطبخ هم 10 دقايق هتخلصي على طول على طول كده، وهتسويه وهتطلعي بصنف حلو جدا ومميز قوي قوي بجد والله. يعني هتلاقوه كمان البسكوته بتاعته انعم من الغريبه. انتوا متخيلين؟ حاجه كده ميكس تحفه. ممكن تعمليه وتسيبيه ساده، مش لازم تعمليه بالشوكولاته خالص خالص. هتلاقيه حلو وطعمه حلو ومميز. السمنه مديه نعومه، الزبده مديه خرفشه. يعني بصراحة أنا يعني مهما وصفته ومهما اتكلمت صدقوني مش هقدر أوفيه حقه بجماله وروعته والجمال ده كله. أنا بقالي كتير ما بعملش الصابليه غير بالطريقة ديت، لأن بصراحة مميز جدا. عملت هنا خلاص الصابليه اللي انا عملته اللي هو الكور الصغيره 3 جنب بعض، بيطلع بابلز كده شكله حلو. وهنا جبت كيسين بلاستيك عادي، ما ينفعش ورقتين زبده عشان ما تمتصش معاكي الماده الدهنيه. وابتديت كده بالويم، يعني عامله مستطيلات رفيعه بالسكينه بالشكل دوت بدون قطعات زي ما احنا ما اتفقنا. استخدمت السكينه اهوت وكل حاجه قدامكم. هبتدي اطلع بالسكينه من تحت كده علشان خاطر تسهل عليا الموضوع، واحط في الصاج. وطبعا الفرن مسخن، هدخله على درجه حراره 170 او 160 على حسب الفرن عندك حامي او هادي. بيطلع معاكي بقى تحفة جدا وريحته قلب البيت، وكمان هتطلعي منه الاوردرات. انا متأكدة مليون في المية ان هتعجبهم جدا جدا. بصوا بقى مفرغ وجميل واللون ذهبي ما شاء الله. انا ما شغلتلوش الشوايه، انا سبته لحد ما هو ما خد اللون معايا بالشكل ده. وهنا حطيت في القوالب بتاعه التورته الصغننه، وللاسف المقطع اتحذف بتاع القطعات الصغننه اللي هي المدوره ديت. عملتها بالتيب بتاع الكريمه يعني عادي خالص. قطعت كده القطعه الصغيره اللي هي المدوره ديت وطلعت معايا بالشكل ده. وزي ما قلت لكم ممكن تسيبوه كده، يعني هو البسكوته كده طعمها حلو قوي. ممكن تعمليه جنب كوبايه الشاي للاطفال الصبح، جنب كوبايه القهوه النسكافيه. هو طعمه حلو مش محتاج الشوكولاته، بس احنا طبعا بنحط الشوكولاته لان مميزين الصابليه
بالشوكولاته دوت، وهعمله بالحشو معاكم. بصوا روعه جدا. هنا معايا المولد دوت، اي مولد عندك اي حاجه، حطيت فيها شوكولاته متسيحه عاديه خالص بمعلقه زيت على حمام بخار ميه لحد ما ساحت معايا. عندك مايكرويف بتدخليها الميكرويف يعني دقيقتين كده او ثانيتين، وبتطلع معاكي سايحه بالشكل دوت، وبتبتدي تشكلي الاشكال اللي انت حباها. طبعا التزيين ده يرجع لك، وبتفنني فيه وبتعملي فيه اللي انت عايزاه. انا قلتلك على الطريقه، وانت ليكي حريه الاختيار في التشكيل. هنا بعمل برضو اللي هي القوالب الصغيره بتاعه التارت دي، بتبقى شكلها حلوه قوي، وبتبقى كمان مميزه كده، بتبقى شكلها شيك. عملتها بالشكل دوت، وغطستها في الشوكولاته بالمنظر ده. جبت هنا بقى معايا صوص التوفي، حطيته في ورقه زبده وشكلت بالشكل دوت. واخدين بالكم ان انا حاطه في ارضيه البسكوته، ما حطيتش الوش. عملت بالشكل دوت وحطيت كريسبي كده، وغطستها في الشوكولاته دي. كان طعمها روعه جدا، يعني قرمشت الكريسبي مع النعومه بتاعه البسكوته مع طعم الكراميل مع طعم الشوكولاته، كانت رهيبه بجد. جربيه هيعجبك جدا. وده الشكل النهائي، الفينش النهائي. طبعا انا قلت طريقه البسكوت، وانتي ليكي حريه الاختيار في التشكيل. بصوا بقى من جوه، وحطيت هنا في القوالب اللي هي بتاعت السيليكون اللي احنا عملناها مع بعض الشوكولاته، وحشيت كراميل، وحطيت البسكوته الصغيره اللي انا كنت قطعاها بالتيب، وطلعت معايا بالشكل ده. وحطيت من الورد المحمدي ده اللي هو التقليد، بس تحفه جدا وطعمه رهيب. اتمنى ان شاء الله تسيبولي